القرية المهملة في محافظة الجيزة، القرية اللي بتعامل معاملة وسط الصعيد. عندنا محطة الصرف الصحي منزوعة أراضيها من أهل القرية، اتعملت هنا وصلوا منشأة القطر بيننا وبينها 10 كيلو، الاقصاص بيننا وبينها 10 كيلو، كفر حجازي 5 كيلو، نخلة 10 كيلو، واحنا اهالي البلد المواسير معديه من البلد من هنا ومش متوصلين. اهمال ما شفناش اي مسؤول على مدى عشرات السنين. عندنا طبعا البلد دي اي قبل حسني مبارك كمان حقها متاكل، الميزانيات بتاع البلد متاكله، الوحدات المحليه مش شغاله بضمير، يعني كل حاجه عندنا سلبيه صراحه يعني. ليه؟ والميه بتاعتنا فيها فشل كلوي، وبندفع الميه وبيجي لنا محطه الميه اتباعت عندنا، الصفصات عندنا كنا بندفع 55 جنيه في السنه، عدنا بندفع في الشهر 17 جنيه و18 جنيه ماشي. وفضلك عندنا فشل كلوي، عندنا غسيل وحده غسيل كلى هنا عندنا في البلد، يعني عاملين بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا نص البلد حاصلين فشل كلوي من الميه، وما عندناش يعني حاجه نظافه، النظافه عندنا معدومه جدا. خير الكلام اهو واقع الحياه، واقع الحياه اهل البلد. والله يا جدعان احنا استغاثه، احنا بني ادمين، ما احناش حيوانات، احنا بشر، احنا بشر، وكل حاجه علينا حموله، مدارس مهمشه. البلد الوحيده على مستوى محافظه الجيزه، البلد الوحيده المهمشه واهلها مظلومين هي البلد دي. اقسم بالله احنا لا رياء ولا هيقولوا كلام كاني ولا مني، واقع الحياه ادي على الطبيعه، الصوره مش هتكذب اي حد. نفسي الناس اللي جايه بتأذي في البلد بتدمر فيها تشوف الدمار، احنا متدمرين اساسا، وبلد مهمشه خالص يعني كلها صرف صحي. يعني الكره اللي جنبنا معديه من علينا، المجاري بتاعتهم والصرف معدي علينا احنا، واحنا اهل مش يعني شايلين القرف بتاع البلاد اللي حوالينا كلها على ظهرنا، ومفيش حد بيجاملنا في حاجه. احنا يعني بنستغيث استغاثه لمحافظ الجيزه، لوزير البيئه، لاي حد من الناس المسؤولين. بقالنا 20 سنه بنشيل ميه على دماغنا، عمر اسود، هنعمل ايه؟ مش عارفين حتى ولا معانا فلوس ندخل ولا معانا فلوس نعمل حاجه، هنعمل ايه احنا؟ لغايه النهارده ما فيش حد يعرف البلد ولا يعرف اي حاجه، وادي الصوره وادي الامراض والميه، وسيادتك بنشرب من محطات الميه للمبسوط. اللي مش مبسوط بيشرب من الميه اللي جايه، اللي ممكن نجيب منها ونفرج الكاميرا ونفرج كله. بنشتري الميه عشان نشرب، واحنا من افقر بلد على مستوى محافظه الجيزه، افقر بلد من 10 سنين محطوطه في محافظه الجيزه افقر بلد قريه ام دينار. مفيش اي مصلحه معموله، مفيش اي سؤال، يعاملونا في المحاضر لو فيه، يعاملونا في القوانين لو فيه، اما لو فيه مصلحه ما يعرفوناش. احنا بلد خارج الدوله نهائي في الخدمات، اي خدمه احنا خارج الدوله. في مشاكل في اي حاجه هم عارفيننا. طبعا سمع شفتوا ساده المشاهدين التقرير اللي احنا شفناه حضراتكم دلوقتي مع بعض سوا، ان الوضع زي ما انتوا شفتوا كده بنجيب على ارض الواقع بشكل، ما بنجيبش صوره من الفيسبوك ولا بنجيبها من على النت او من صفحه من الفيسبوك، لا احنا بنتكلم على ارض الواقع. فبالتالي انا كاميرات برنامج قضايا البلد بتنزل على ارض الواقع، بتصور الحقيقه، يعني المواطنين البسطاء عايشين ازاي. زي ما وعدت حضراتكم ان الكاميرا قضايا البلد بتنزل على ارض الواقع، بتجيب قريه من اي قرى او من اي محافظه من المحافظات الموجوده على مستوى الجمهوريه. فبالتالي معانا قريه ام دينار بمركز منشيه القناطر بمحافظه الجيزه، بيعانوا زي ما انتم شفتوا حضراتكم من الصرف الصحي، من مياه الشرب، من المصرف للاسف الشديد اللي هو الوحيد اللي عندهم اللي بيترمي فيه القمامه. للاسف زي ما انتم شفتوا حضراتكم هذه المصرف اللي هو كله وباء وامراض، وللاسف مفيش، هو ده امر واقع. بنتكلم بنقول يا وحدات محليه، يا محافظه، لما بيبقى في كرة بالشكل دوت، حتى بنتكلم بنقول ماشي امكانيات الدوله على اساس ان هي ما تقدرش استعداد تعمل صرف صحي في الوقت الحالي، بس بنتكلم بقى على الوضع الطبيعه اللي هو بنقول عليه اللي هو الحفاظ على صحه البني ادم على قد امكانياتنا.
نتحرك نشوف نقدر نعمل ايه. قبل ما نبدا نتكلم اساس ارحب بضيفي الحاج حسني عبد الفتاح نقيب الفلاحين بالجيزه. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا مصطفى بيه، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ربنا يخليك. فطبعا احنا بنتكلم سياده النقيب زي ما حضرتك شفت معايا التقرير وعلى ارض الواقع زي ما شفت حضرتك بيتكلم عن ان في صرف صحي مفيش في القريه. بيتكلم عن ان مياه الشرب للاسف الشديد مفيش مياه شرب. المصرف الوحيد اللي هو اللي بيتم فيه الصرف فيه اللي هو المياه الزائده او مياه الصرف الزراعي او الكلام ده كله زي ما انت شفت كله كمامه بالشكل اللي انت شفته حضرتك اللي بيتحط فيه الزباله. فبالتالي ده بيؤدي الى امراض وللاسف الشديد الناس عايشه زي ما انت شفت حضرتك. عايزك تكلمني بشكل واضح. طبعا القريه دي من القرى اللي هي موجوده في محافظه بصحة نقيب الفلاحين بمحافظه الجيزه. كيفيه التعامل مع الوضع دوت وكيفيه الحل بالشكل اللي احنا شايفينه على قد ما نقدر بنساعد طبعا مع الدوله. فعايزين نشوف حضرتك بشكل مبسط توضح لنا بس الموقف والتعامل مع هذه المشكله ومع الدوله برضه. نراعي الطرفين. بسم الله الرحمن الرحيم. انا برحب بسيادتك يا مصطفى بيه وسعيد ان انا في اللقاء مع سيادتك. سعداء بيك يا استاذنا، نورتنا. الله يخلي سعادتك. وطبعا برضه انا بهني محافظه الجيزه بالعيد القومي، جميع فلاحين الجيزه ومواطني الجيزه والسيد المحافظ والقيادات جميع قيادات المحافظه. هي قريه ام النار سعادتك فعلا من البلاد المصنفه كده عند المسؤولين وعند الاهالي من البلاد الاكثر فقرا. يعني البلد فعلا تحت خط الفقر وما فيهاش اي خدمات وما فيهاش اي حاجه فيها تنميه او حاجه فيها رفاهيه للناس او حاجات من الاساسيات رفاهيه ايه. لا مش ما اسمهاش الرفاهيه دي. يعني موضوع الصرف انا معايا مذكره، معايا صوره مذكره ايام ما كان الدكتور محمود شريف وزير التنميه المحليه. دي حاجات متراكمه مصطفى بيه من زمان. مركز منشيه القطر ده بالذات على مستوى محافظه الجيزه ظلم قوي، وخاصه البلد دي كمان بالذات. لان هقول لسعادتك هي لها وضع كده في طبيعه البنيه بتاع البلد، سواء مباني بيوت او سواء التربه بتاعتها لها وضع. هقول لسعادتك عليه هنيجي في التفصيل. سعادتك قلت لي اشرح لي بالتفصيل. كان المذكره. طب انا معايا اتصال تليفوني قبل ما نتكلم في التفصيل ونتعمق في المشكله بشكل واضح. معايا اتصال تليفوني، معايا عز الدين الحريري من اهالي قريه ام دينار. اهلا وسهلا بيك يا فندم. يا استاذ عز. ايوه حضرتك معايا الهوا يا فندم، اتفضل. ماشي. الاول اشكر اسره البرنامج على ان بيوصلوا صوتنا للمسؤولين، وبشكر نقيب الفلاحين الحاج حسني عبد الفتاح على تسليط الضوء على قريه ام دينار، القريه المظلومه بمركز منشيه القناطر محافظه الجيزه. ده واجب علينا يا فندم، ده حضرتك يعني تحت الله امرك يا يكرمك استاذ. حبيبي، الله يكرمك يا رب. تحت امرك. والله انا خدت ايه من القران شبهت بيها قريه ام دينار بعصر الجاهليه لما كانوا بينقذوا البنات وبيقولوا واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. فام دينار مشكلتها مشكله كبيره. هي اولا مساحتها تصل الى 900 فدان، والتي تضم اكثر من 5700 منزل يعيش بها اكثر من 45,000 نسمه. 45. عدد العاطلين بها يصل الى 35%، ويوجد بها عدد كبير من المراه المعيله، يتراوح ما بين 2000 امراه معيله، واكثر من 1500 ارمله، واكثر من 2000 يتيم. عدد المزارعين يصل فيها تقريبا الى 30,000 مزارع، يعني بيشكلوا 70% من عدد السكان. تمام. كان في 2007 قام رجل الاعمال محمد نصير في عام 2007 بحصر مشاكل القريه، وذلك بالتعاون مع نادي روتري التحرير وجمعيه تنميه المجتمع التابعه لام دينار والسيده الفاضله شيرين عقل، على ان يقوم رجل الاعمال محمد نصير وشيرين عقل والمحافظه وجمعيه تنميه المجتمع بام دينار التي ستكون همزه وصل مع كل من نادي روتري ومحافظه السادات السادس من اكتوبر سابقا. وشمل البرنامج بتاعه على عمل برامج توعيه من الصحه الانجابيه والمحافظه على البيئه، بالاضافه الى وضع منظومه النظافه للقريه وتدوير مخلفات الحقول التي يمكن من خلالها صناعه الاعلاف.
ولقد تم بالفعل تطوير الوحدة الصحية وتزويدها بعدد من الأجهزة الطبية التي بعد ذلك تم سحبها على أيدي أعضاء مجلس الشعب السابقين. تمام. والاكتفاء بعنصر بشري وأخذ بعنصر بشري واحد كطبيب وإخصائي، وقد تم وضع تكلفة هذا بحوالي 3 مليون ونص لتطوير مركز الشباب وعمل الصرف الصحي بالكامل ومياه الشرب. تمام. عندنا بالنسبة للقرية الأمراض بالقرية يعتبر الفشل الكلوي والسكر والكبد وبسوء مياه الشرب بالقرية. حتى أصبح عندنا حالة الوفيات 6 أفراد في السنة، وعندنا 24 من 24 ل 50 مريض فشل كلوي. أولا تقوم الحكومة بصرف ناقص 6 جنيه على الغسلة الواحدة لكل مريض بقرار، علما بأن المريض بيغسل شهريا من 12 إلى 15 غسلة شهريا، حيث أن القرية تتبرع بالدم إلى القصر العيني الفرنساوي وتحصل على نسبة 20% من قيمة التبرع. أما عندنا بالنسبة للأيتام بيتحدى 1500 يتيم يتم صرف 40 جنيه لكل يتيم من الجمعية الشرعية والأهالي، وهذا المبلغ لا يحقق الحياة الكريمة للأيتام، حيث أن إذا 20 جنيه لكل يتيم حتى يعيش حياة أفضل. يا استاذ عز، يا استاذ عز. ايوه أستاذ باشا. عز. انا عاوزك بس حضرتك توضح لنا كده، عشان عاوز الساده المسؤولين والقيادات التنفيذيه نعرف المشكله فين بالظبط، حتى الساده المشاهدين بيتابعونا يعرفوا مشكله القريه ازاي نحط ايدينا عليها عشان نقدر نتعامل معاها ونقدر نحلها. انا عاوز اعرف حضرتك، هل على حد علمي او على التقرير اللي انا شفته ان في محطه صرف صحي في القريه وللاسف الشديد مش مستفاده بيها ومستغله بيها هذه المحطه قريه اخرى؟ ايوه يا فندم. بالنسبه لمحطه الصرف الصحي الكائنه بقريه ام دينار، ايوه. اولا هي كائنه بقريه ام دينار يستفيد منها حاليا كفر حجازي، دلوقتي بيبداوا الشغل فيها، عملوا البياره الثانيه وشغالين فيها. اما ام دينار لا تتمتع باي، لحد النهارده لم تندرج تحت الصرف الصحي، وقدمنا طلبات للجهاز التنفيذي لشركه المياه والصرف الصحي بان تندرج، فقالوا ان في 2016 2017 دخلت الميزانيه وهيتم التنفيذ فيها. طبعا احنا وصلنا للحاجه ديت يعتبر اكثر من 4 مرات من 2002 لحد 2016 ماشي، بنوصل لحد عمليه التنفيذ وبتتاخد الميزانيه بتروح لقرى ثانيه وما بيتمش التنفيذ عليها. بالنسبه للصرف الصحي، انا عندي صرف صحي بجوار المدرسه. طب هي الصرف يا استاذ عز، هو الصرف الصحي بتاع قريه ام دينار حضرتك نازله في الخطه 2016 2017؟ هو حاليا دلوقتي عضو مجلس الشعب علاء ناجي عبد الرحيم واحمد فاروق ابو عبده بقدموا طلب. استاذ عز فقدنا طبعا الاتصال، عاود معانا الاتصال مره اخرى الاستاذ عز. طبعا زي ما انت سمعت طبعا سياده النقيب ان احنا بنتكلم عن ان قريه ام دينار موجود بيها محطه صرف صحي، وللاسف هي مش مستفيده بيها، ده المستفيد بيها قريه اخرى. مصطفى انا عايش قصه، فعاوز بس يعني ايه برضو يعني عشان نوضح بشكل واضح، يعني انا عايزين يعني نحط ايدينا على المشكله في ما انا هقول لساعتك القريه ونحلها. وطبعا انت بتمثل فلاحين على محافظه الجيزه، فبالتالي لازم حضرتك تساعدنا ونساعد مع حضرتك ومع المسؤولين برضو ومع القيادات التنفيذيه ان احنا نوصل لحلول للقريه دي. انا اكتر واحد يا مصطفى بيه تعايشت مع المشاكل في القرى، في قرى الجيزه وخاصه قرى مركز منشيه القناطر اللي هو يعتبر منطقه السكن بتاعتي انا. فبقول لسيادتك مركز منشيه القناطر من المراكز اللي اتظلمت جدا. المركز يا مصطفى بيه على حدود القاهره، على بعد حوالي 10 ما يجيش 15 كيلو من القاهره. مع ذلك مركز، تخيل ان مركز ملاصق للنيل في حضن النيل، جنبه حوالي لو قلت لك مش حاجه غريبه جدا، حوالي 5 افرع من النيل، الرياح البحيري والرياح الناصري والمنوفي كذا، يجي 5 6 افرع جنب بعض كده،
وما زالت والقرى على شريط فرع النيل اللي هو الرياح البحيري. زي المدنات. البلاد دي كلها سعادتك من عند المناشي البلد وحتى بني سلامه اللي هي حدود الجيزه مع المنوفيه، اللي كانت الاول البحيره عند الخطاطبه، وحاليا البلاد دي بقت انضمت للجيزه. انضمت المنوفيه اللي هي الخطاطبه، من اول الخطاطبه كده، وبني سلامه وانت جاي يبقى جيزه. البلاد دي يا مصطفى انا معايا صوره مذكره من ايام العصور اللي هي السبب في التاخير ده كله، اللي هي كان جزء، يعني لو تم رصد جزء من الفلوس اللي كانت بتهدر ديت، كانت زمان الناس دي يا باشا ما بتشتكيش من الفشل الكلوي، من الامراض اللي بيتكلموا عليها. احنا لازم نتكلم بالشفافيه يا مصطفى بيه. تمام. انت قلت حاجه، احنا عايزين نتكلم سياده النقيب ونراعي ظروف البلد برضه. يعني بنتكلم بشكل واضح. وعارفين طبعا ان البلد بتتعافى، بتعاني، ما فيش بنيه اساسيه. فبالتالي احنا لازم نتكلم بشكل واضح عشان نحط ايدينا على المشكله، عشان كلنا نساعد. نساعد مع مين؟ مع الدوله، وتساعد مع مين؟ مع اهالينا البسطاء، على اساس نقدر نوصل للحل، عشان نقدر في اسرع وقت ممكن نعالج المشكله بشكل واضح. تمام. هو في الوقت يا مصطفى اللي احنا البلد مثلا، عشان برضه نبقى بنتكلم بواقعيه، البلد قايمه بعد ثورتين لسه برضه ما زالوا، يعني بيقول لك الثوره الفرنسيه مش عارف قعد كام سنه على ما الامور استقرت. احنا برضه ما احنا دوله من قعدنا 5 سنين. المهم سعادتك ثورتين اهو، والانفلات برضه ما زال الارهاب الاسود لعنه الله عليه لسه ما زال برضه بنعاني منه، والتخبيط شغال. ولكن فاحنا مش عايزين نستغل الظروف دي ونستغل ان بلدنا بتتعافى من ظروف معينه، لا ده احنا ممكن نتحمل ونتعب ونعاني ونشقى في سبيل ان بلدنا برضه ما بقاش وسيله ضغط على بلد. انا عندي انتماء بس فيما عدا الحالات اللي فيها موت، زي اللي بيتكلم فيها الاخ عز ديت، اللي هي فشل كلوي. يعني ما انت تسقيني ميه مجاري، طب هستنى، ده بالمصرف. ده القران بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، الميه هو الحياه. طب ما تحرمني من الميه، ده بقى عايش ازاي؟ انا ممكن استحمل حاجات تانية، يعني استحمل اي ظروف او معاناه في امور تانية، الا ظروف معيشيه كتيره. يعني الصحه طبعا، غلاء الاسعار ماشي، واحنا بنتعايش وبنحاول نعيش بنص المتطلبات بتاعتنا او بنص احتياجاتنا، وبرضه بنحاول نعدي اليوم. الا ان الميه، طب والطفل احرمه الميه ازاي يا مصطفى؟ يعني الطفل بيشرب ميه دلوقتي والميه كلها فشل كلوي. يعني فانا بقول لسعادتك من ايام محمود الشريف تم تحديد سنه 1000، سجل دي يا باشا، 1990 لانتهاء مركز منشيه القناطر من مياه الشرب والصرف الصحي. السنه دي انت في 2016، يعني بقى لي 26 سنه وما زال يعني اللي تنفذ ايه؟ حاجات بسيطه جدا، وانا بقولها والمسؤولين كلهم يسمعوني. انا راجل فاهم اللي انا بقوله كويس قوي قوي، وبتحدى اي حد يقول لي انت غلطان، لان انا بتكلم من على ارض الواقع. انا بتكلم كأن الخريطه قدامي دلوقتي. محطه الميه سعادتك من عند منشيه القناطر، بص يا باشا، مركز منشيه القناطر ده احنا بنتكلم على مركز منشيه القناطر والمنار. الميه الارتوازيه يا مصطفى بيه، ما دام ما وصلتش صرف صحي يبقى الترانشات في الارض، يبقى الارض كلها شاربه وبايشه بالكلمه الفلاحي ديت من ميه المجاري. لو انت وميه المجاري ايه؟ ضربه في اعماق التربه. يعني انت لو نزلت بالميه الارتوازي بالمواسير عشان تجيب من الاعماق بتجيب معاها مجاري. طبعا معايا سعادتك؟ طبعا ما بينفعش فيها ديت، ده بيتصرف في المياه الجوفيه. ما بينفعش فيها لا تنقيه يا مصطفى بيه. دي محمله بالمنجنيز والحديد والعناصر اللي هي بتدمر الصحه والفشل الكلوي اعوذ بالله الامراض اللعينه. فاحنا من 1990 كان المفروض المشروع ده يتنفذ، لحد الان ما تنفذش الا لسه. احنا ضغطنا جامد يا باشا قوي قوي قوي. وبعد الثوره اليومين دول الدوله شغاله في اتجاه حلو، ساعتك اكيد متابعه، اللي هو ازاله التعديات على اراضي الدوله. فيحسب لمجلس مدينه القناطر، وبرضه انا احمد ربنا ان انا برضه كان ليا دور، كنت متعايش معاهم. كانت في تعديات على اراضي الاوقاف، كميه من اراضي الاوقاف ملاصقه لمركز منشيه القناطر. فنوهنا المركز ان في مساحه اهي على وشك تبتلع، مافيا تجاره الاراضي اللي بياخدوا الاراضي ويبني الاراضي يا مصطفى بيه، لا تملك تقسيم الاراضي ازاي؟ لا بص يا باشا، ده مش اراضي، ده ملك الدوله، ده اراضي اوقاف، ده كارثه. يعني لا تملك ولا قانون وضعه ويروح يبني، بيفرض سياسه لو يدرع للدوله. يعني شوف البلطجه، انا ممكن الانسان يتبلطج على واحد زيه، انما يتبلطج على الدوله يعني كانت قمه اعوذ بالله الفجور. يعني الحكومه بتعمل ازالات. لا ده احنا جاي لك في الكلام الصعب. المهم ده يا باشا فعلا مجلس المدينه خد خطوات حلوه مع المحافظه، مع الناس برضو المعنيين بالصالح العام في المنطقه. ويمكن لعبد الفقير لله الحمد لله انا برضو كنت بتابع الموضوع ده عن قرب يعني.
وكنت موجود في اثناء اللي هو صاحب الارض او استلام الارض من الاهالي. بعد ما استلمت حصل عليها تعدي تاني، معلش انا هقول دي يا مصطفى مش هطول عليك. فالمحطه دي يا باشا، ما انت بص يا مصطفى، اصلا بتتكلم في الميه، في الصرف الصحي لازم ميه، لازم الاثنين مع بعض. معايا اتصال تليفوني نكمل برضه تحت بشكل واضح. معايا اتصال تليفوني، معايا الدكتور ماهر ابو جبل، خبير اداره زراعيه. اهلا وسهلا بيك يا دكتور ماهر. اهلا، ازيك يا استاذ مصطفى، ازيك يا حاج حسني، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور. طبعا احنا بنتكلم كان على الوضع اللي هو الصرف الصحي، والاخص طبعا الصرف الزراعي للاسف الشديد اللي هو بيترمي فيه الصرف الصحي، فبالتالي الفلاحين بتزرع بيه اراضي زراعيه. بصفتك طبعا خبير لاداره زراعيه، عايزك توضح لنا خطوره هذا الموقف للمواطنين بشكل واضح سياده الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحيي حضراتكم مره ثانيه، وبحيي الساده المشاهدين، وبحيي اهلنا كله في الجيزه بمناسبه العيد القومي لمحافظه الجيزه. كل سنه وكل اهالينا بخير. ميه الصرف الصحي، الميه عموما في مصر، الحدوته الكبيره اللي احنا بدانا نمر بيها بعد ثوره يناير، بنقاسي منها في كل مناحي الحياه اللي احنا بنعيشها، واخرها زي ما حضرتك شايفين على الشاشه حالا دلوقتي في قريه ام دينار في شبين القناطر. تمام. الميه سبحان الله، يعني عندنا كنز ومش قادرين حتى ندير الكنز الداخلي بتاعنا بان احنا نحسن ادارته من خلال مصر. من 3 شهور اصدرت الكود المصري الجديد للصرف الصحي. الكود المصري الجديد اشار لان بعد المعالجه الثلاثيه للميه الصرف الصحي والميه الصرف الزراعي يمكن اعاده استخدامها مره ثانيه كميه شرب، مش ميه ري للاراضي، كمان كميه شرب. تخيل اللي حضرتك بتبص عليه بعينك دلوقتي دوت مع اهالينا في القريه، ان احنا بنصيبهم بكل الامراض اللي ممكن تسبب مشاكل على الدوله وتعيق ميزانيه الدوله لاعاده معالجه الناس مره ثانيه. كل ده النهارده العلم الحديث اثبت ان احنا نقدر نستغله مره ثانيه، وفي وسط مشاكل مصر الزراعيه وفي وسط مشاكل مصر مع الميه نقدر نستغل امكانياتنا في الميه المتاحه اللي هي اساسا فيها مشاكل. استاذ مصطفى حاج حسني، سوء الاداره المصريه النهارده، سوء اداره الحكومه النهارده لبعض مشاكلنا اللي ممكن من خلالها نحدث طفرات في البلد، من السهل جدا معالجته. الكود المصري الحديث اللي عملناه من 3 شهور، اصدرته الحكومه المصريه من 3 شهور بالظبط، بس نشتغل عليه. انا بسمع كلام صراحه يحزنني ان قريه فيها محطه صرف صحي، القريه فيها المنظر اللي فيها المحطه، فيها المنظر اللي احنا بنبص عليه دوت، منظر سيء جدا. ما اهالي بتشتكي. اعتقد ان حفنه من الجنيهات هي 1 ولا 2 ولا 3 في ميزانيه دوله كبيره زي حجم مصر، في ظل قياده كبيره زي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اكيد هيبقى فيها نظره اداره او حسن اداره جيده لمنطقه زي اللي احنا بنتكلم عليها. بص يا فندم، احنا مصر 55.5 مليار متر مكعب ميه بناخدهم من ساعه ما عملنا الاتفاقيه بتاعه الميه لحد النهارده. كان عدد سكاننا اقل من 25 مليون نسمه، كان عندنا كل بني ادم له اكثر من 2000 متر مكعب ميه للفرد. العجز المائي بيبدا من 1000 متر. بالمنظر اللي احنا شايفينه النهارده ده، احنا بال 55 مليار ونص مليار متر مكعب ميه على 100 مليون نسمه النهارده، احنا عندنا تقريبا 500 متر مكعب ميه للفرد، وعندنا كنوز جوه ارضنا مش عارفين نعيد استخدامها تاني، وطالعين النهارده نجهد الدوله في اتفاقيات ونضغط عليها ونضغط على القياده السياسيه، واحنا داخليا كل موظف جوه الدوله سواء في وزاره الري او المسؤولين عن الصرف الصحي محدش فيهم بيفكر بسرعه ويتحرك من على مكتبه ويدير ضميره او يشغل ضميره شويه علشان يبدا يحل مشاكل زي قريه ام دينار اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي. وعلى فكره ما هياش قريه ام دينار بس، دي 20-30 الف قريه في مصر، فيهم 1000 2000 3 محتاجين. لو بدانا خطوه جنب سياده الرئيس وجنب القياده السياسيه اكيد هنوصل في الاخر لنتيجه نرضي بيها نفسنا ونقف قدام اهالينا في القرى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم احنا قدرنا نعمل لكم حاجه. انا بحيي المنبر العظيم اللي انتم بتتكلموا منه، وقناتنا الكبيره مصر البلد اللي بدات تبقى اشعارها النهارده حلول لمشاكل الفلاح.
وبحيي الاستاذ مصطفى والحاج حسني على مبادرتهم في ان هم يفتحوا مشاكل كتير في قضايا البلد في برنامج قضايا البلد مع حضرتك. اشكرك يا دكتور شكرا يا ماهر دكتور. ابو الجبالي، طبعا خبير الاداره الزراعيه، طبعا زي ما انت حضرتك سمعت الدكتور ماهر ابو جبل يا باشا ده حاجه من الناس ما اللي شاء طبعا الله. ان هو فعلا عاوز البلد تتحرك، وعشان البلد تتحرك ما ينفعش القيادات التنفيذيه تقعد تتفرج على كم من المشاكل الموجوده في جميع المحافظات ونيجي نتكلم نقول اصل البلد والقوانين ومفيش. لا، ما هو حضرتك اي دوله قايمه من ثوره مش هتقف على رجلها واحنا قاعدين في مكاتبنا ونتفرج عليها. تمام. فعاوزك برضو يا سياده النقيب نتكلم برضو بشكل واضح للساده المشاهدين والساده المسؤولين كيفيه التعامل مع المشاكل الموجوده في القريه وازاي نحلها بشكل واضح وسريع. تمام. هل احنا كاهالينا نساعد واني الطريقه او الاليه اللي هنساعد بيها، والدوله او الحكومه هتتوجه ازاي للمواطنين بحيث نقدر نوصل لحل سريع في وقت قياسي عشان نقدر نقوم بالدوله سياده النقيب. مصطفى انا برضه انا بكمل كلام الدكتور ماهر ابو جبل ما شاء الله، يعني هو خبير الاداره الزراعيه. حتى لما جينا نتكلم في موضوع تاني ما شاء الله الراجل علم غزير، حاجه ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله. انا عايز اكمل بقى سيادتك موضوع الصرف الصحي. اما احنا جينا بنقول ام النار ومشاكل ام النار، انا جيت في يوم من الايام سعادتك من حوالي سنه تقريبا. تمام. فجيت عند مصرف الرهاوي قلت ازاي رئيس سيسي الراجل كتر الف خيره، الراجل يا باشا عمال مهموم بموضوع النيل وحصه مصر في النيل وما يتاثرش على حصه مصر. ولقيت مصرف جاي من ناحيه بني سويف او من جنوب من ناحيه الصعيد، شائق الجيزه من قبلي البحري ونازل في الرياح، معدي بص يا باشا معدي الرياح البحيري ومعدي الرياح البحيري ونازل في الناصري، يعني مواسير طرد كبيره عملاقه. تمام. ده ماشي جنب ترعه المنصوريه، وحاجه يعني مجاري خام. والحاجه اللي تزعلك وتحزنك زي ما الدكتور ماهر بيقول ان الحكومه نفسها بتشارك، مستغله، ده بتشارك في الجريمه. ده انت عندك، وبقول بالاسم، انا عندي يا باشا بتكلم بالدليل، مش واحد بقول اي كلام. محطه زنين، محطه مرواش، انت عندك المحطات دي يا باشا الطاقه بتاعتها مثلا انها تعالج، بتخش على محطات معالجه بتعالج مثلا 1000 متر. تمام. انت دخلت عليها 10000 متر مجاري، فبتعالج ال1000 والباقي بتنزله على المصرف اللي جنبها اللي هو المصرف اللي متجه على الرهاوي. معايا؟ شايف الجريمه الخطيره اللي بينزل ده، اللي بينزل مجاري خام اللي بينزل ده شر البليه ما يضحك. يعني انا بضحك لان شر البليه ما يضحك. المجاري اللي نازل ده مصطفى بيه اولا بتبيد الثروه السمكيه. شوف انت بتنزل سموم، واخد بالك؟ جزء كبير جدا من المصرف ده بيروي زراعات للاسف الخضروات والفاكهه اللي بتيجي القاهره. يعني ممكن تلاقي الانسان بريء وملوش اي ذنب واصيب اصابه غير عاديه، اعوذ بالله، كارثه من حاجه لا هو كان موجود في المكان ولا عند المصرف، بس كل جريمته ان تناول الخضروات او الفاكهه دي. الحاجه الثانيه ان انت سعادتك كل اللي بيتعامل مع الميه دي اللي شرب من النيل والميه كلها شبعت بالمجاري والسموم، برضه يبقى انت سببت امراض فشل كلوي وسببت امراض اعوذ بالله لعينه وخبيثه. يبقى انت ضريت الثروه السمكيه، ضريت الثروه البشريه، ضريت الثروه الزراعيه. المصرف البركه المؤاخذه في اللفظ يعني اللي جايه من ام النار برضه اشمعنى هي بتتجه على مصرف الرهاوي وتكمل على النيل. يعني اللي انت شفته ده مصطفى بيه نزل في النيل، ده نازل في النيل. انت ما عندكش شوف انا عايز اقول يا باشا انتوا ليه بتعملوا كده؟ انت بتقول لي سيب مصر تتعافى. طب سيب مصر تتعافى؟ ده احنا بنسيب مصر تتدمر. يعني يا جماعه ماشي بالراحه، ويا جماعه مش عايزين نهاجم، ويا جماعه مش عايزين نعري نفسنا، بس طب ازاي؟ خلي بالك احنا فكرتني حته في بدايه الحلقه بتاعتنا. كنا بنتكلم على اللي هم التعدي على حرم نهر النيل. بتاع الوراق. معايا حضرتك؟ فدول بيستفيدوا بالاماكن وبيخليها منتجه. طيب الناس اللي بتستغل النيل وبتضر الناس، بتضر المواطنين اللي هو بترمي بيها الصرف الزراعي او الصرف الصحي فين؟ في نهر النيل. طب وزاره الري سايباها ليه؟ انت متخيل يا مصطفى؟ عارف سعادتك منشيه قناطر؟ انت عارف بعد القناطر على طول بعدها لو دخلت شمال هتبقى على المناشي، دخلت يمين هتبقى على نكله. الرهاوي عند نكله كده، من عند المكان ده يا مصطفى بيه لحد
اخر حدود مصر عند البحر الاخر عندما يلتقي النيل البحر المتوسط، كل المحافظات اللي ماشي عليها النيل دي بتدار من مصرف الرهوي. كل مصرف الرهوي ساعتها بيستمر مع النيل حتى المصب في البحر المتوسط. جميع المحافظات دي اديرت، وجميع المحافظات دي لها محطات ميه على النيل. معايا اتصال تليفوني حاج حسني، معايا الحاج كرم عبد ربه رئيس لجنه الزراعه. اهلا وسهلا بيك يا حاج كرم. حاج كرم، حاج كرم معانا يا فندم؟ ايوه يا فندم. السلام عليكم يا مصطفى بيه. اهلا وسهلا بيك يا فندم، حضرتك معانا الهوا يا فندم. على حضرتك وبمس على الحاج حسني عبد الفتاح. اهلا بيك يا حاج أهلا كرم. بيك يا اهلا فندم. بيك. معايا على الفندم على الهوا يا فندم، اتفضل. معاك يا بيه. وحضرتك بعد اذنك احنا بنحمل ده كله للحاج حسني عبد الفتاح، لان الراجل ده هو نقيب الفلاحين بالنسبه لنا. ما هو احنا برضو بنقول على الهوا اهوت ان هو أنا نقيب بتكلم محافظه على الجيزه، بس تمام اهم يا حاجه ريس. هو بيعمل فعلا خدمات وفعلا بيحل مشاكل الفلاحين ولا لا؟ هو فعلا بيحل مشاكل الفلاحين، مفيش مشكله، بس يا ريت يكون في حاج كرم معانا؟ معاك يا فندم. معايا على الهوا يا فندم، اتفضل. يا فندم احنا دلوقتي في عندنا مشاكل كتير في قرى مركز منشيه القناطر، بتبدا من اعتبارا 26 قريه، يعني اعتبارا 18 قريه فيهم ما فيهمش صرف صحي، مش ام دمار بس، ام دمار، كفر حجازي، الرهاوي، نكله، عزبة شريف، القطه، ابو غالب، وردان، الحاجر، بين السلامه. القرى ديت كلها مضروره يا فندم. احنا عندنا وباء دلوقتي، عندنا المفروض وزاره الزراعه وفي الجمعيات الزراعيه بيبقى فيه نوع سم للفئران. احنا عندنا من مصر اللي بيتقابل مع نهر النيل او فرع رشيد يا فندم، احنا عندنا الفئران بقت ارانب. تمام. عندنا الفئران بقت ارانب بتجري ورا الاطفال على الطرق. فين دور وزاره الزراعه في الجمعيات الزراعيه والسم اللي هو كان بيتحط الاول على المصارف وعلى الدسور؟ مفيش الكلام ده يا فندم. وانا رحت الجمعيه الزراعيه عندنا في القريه وبسالهم فين السم اللي المفروض يتحط على المصارف والجسور؟ يقول لك ده بنصرف في شهر ده دي تبع وزاره البيئه، مالهاش دعوه بوزاره الزراعه. يا فندم انا فاهم، لا ده المفروض وزاره الزراعه الجمعيه الزراعيه بيبقى فيها السم ده. سم فئران. تمام. طبعا اشكرك حاج كرم. الرساله طبعا وصلت لحضرتك، طبعا زي ما انت سمعت طبعا يوجه لي اتهام. كرم بيتكلم على ان طبعا للاسف الحكومه مش بتحركها بشكل واضح لدى المواطنين. فبرضه في الاول وفي الاخر نرجع تاني سياده النقيب، بنتكلم على ان احنا في الاول وفي الاخر عايزين نقدر كيفيه التعامل مع الحكومه ومع المواطن، ازاي نوصل لحل سريع وملموس على ارض الواقع. لان طبعا انت حضرتك يعني زي ما احنا بنسمع اهوت الناس بتتكلم بتشكر في حضرتك ان انت بتساعد المواطنين، بتساعد الفلاحين على قد ما تقدر مع الجهات التنفيذيه. احنا عاوزين طيب نحط نقط للقرى اللي انت شايفها دي اللي هي متطرفه وللاسف الشديد ما حدش بيسال عنها ومحدش بيبص لها بصه، حتى لو في التعامل، حتى على الاقل حتى اللي هي في الصحه. احنا ممكن نتعايش على قد ما بنقدر في حدود المستطاع لدى امكانيات الدوله. بس لما نيجي نوصل للمنظر اللي احنا شفناه اللي هو الصرف الزراعي اللي هو بيترمي فيه قمامه زي ما حضرتك شفت، اللي هو بيؤدي الى وباء للمواطنين، بيعرضهم لفشل كلوي، بيعرضهم لامراض خطيره ما نقدر نعالجها او الدوله تقدر تتحملها. يعني احنا بنتكلم على التكلفه كوزاره الصحه، ولا تكلفه ان احنا نعالج الخطا، يعني انهي اوفر، هل احنا هنوفر مصاريف على العلاج اللي هي الامراض المزمنه او الامراض اللي هي خطيره، ولا نعالج الخطا ان هو نقدر نشيل القمامه ونعمل تطهير ونخلي الشكل الجمالي بحيث نقدر نحافظ على صحه المواطن. ارجوك وضح الكلام ده للساده المشاهدين عشان نقدر نوجه حضرتك وتكون معانا مع حضرتك مع المسؤولين عشان نقدر نوصل لحل ونقدر نحل المشكله او المشاكل اللي موجوده في قريه
دينار. اقول لساعتك على خريطه سريعه جدا وحلول على ارض الواقع وحلول بالتواصل مع المسؤولين. تمام. انا اول ساعتك ما في يوم من الايام شفت مصرف الرهاوي ده نازل، اللي هو المجاري، مش مصرف صرف صحي، راجع مجاري. المهم ساعتك عملت استغاثه عن كذا على كذا قناه، فلقيت رد ايجابي قوي من وزير الاسكان، ورد سلبي جدا من الصرف المغطى اللي هو تبع وزاره الري. الرد الصرف المغطى زود مواسير الطرد الكبيره اللي بتنزل على النيل، بدل ما هو 3 خلاهم 4. يعني ليه؟ لان المصرف او الترعه مصطفى بيه اللي نازله بقى فيها طفوحات كتيره، فالاهالي بدات تشتكي القرى اللي المصرف ده بيمر عليها بقى يدفع في البلاد ديت، فبيشتكوا. فبتوع الصرف المغطى عايزين يحلوا المشكله، نحلها نزود المواسير الطرد اللي بتنزل على النيل عشان يسحب المجاري دي وينزل في النيل. اركن دي دلوقتي سعادتك. شوف بقى وزير الاسكان عمل ايه. رد بعد ما انا قلت استغاثه يا جماعه شوفوا لنا حل للرهاوي. البلد دي بتتدمر، هي ونكله ومنشيه رضوان والمنصوريه ومضنار. فقال تخصيص قرض، اسرع قرض في تاريخ المرافق في مصر 1.2 مليار جنيه من صندوق اسمه الماء العربي، تقريبا خليجي كويتي حاجه زي كده. تمام. المهم ده سعادتك احنا استبشرنا بقى، قلنا ده فعلا، وقال ده لمد اهو الحل يا باشا، اهو الحل اهو لمد شبكات صرف صحي للبلاد الملوثه لمصرف الرهاوي. الملوثه مش اللي بتتلوث، لا، اللي هي بتنزل، اللي هي البيوت والشركات والبتاع ده والمحطات مياه الشرب والصرف الصحي اللي ما عندهمش ضمير، بتوع الجيزه ابو رواش وزنين اللي بيرموا في النيل، بدل ما هم مسؤولين عن حمايه النيل اللي هم بيسقونا منه، لا هم بيرموا فيه. ادي ناس معدومه الضمير. الناس دي خلي بالك يا باشا، الناس دي اقسم بالله لو في، ما احنا عايزين برضه يتعمل لها كاميرات وتصور، يتعمل لها قضايا الكلام ده ونعرضه قضايا شروع في قتل وقضايا قتل، عشان بس الناس ما تقولش ان احنا بنتكلم او حضرتك. لا يا باشا انا بتكلم. تحدد لنا يوم ننزل الكاميرات وتشوف الاماكن اللي الناس دي بتنزل المياه الصرف الصحي في قلب النيل، عشان نعرضه للساده المشاهدين والساده المسؤولين، عشان ياخدوا قرار سريع ضد الناس اللي هي بتموت في اهالينا والمواطنين الغلابه اللي هم مش حاسين بينا. مصطفى بعد سيادتك انت عشان يا باشا تنزل ميه الصرف اللي هي الزايده عن طاقه المحطات في المعالجه، عشان تنزلها دي بيتعمل لها برضه معالجه. دي ما بتعالجش، اللي بيتعالج خلاص بيعدي بيروح على بتاع المحطات بتاع المعالجه واللي فوق طاقه المحطه بينزل على المصرف. ده عشان تنزل على المصرف خلي بالك يا باشا، لازم المصرف ده نهايته النيل مصب بتاعه. هو مش المفترض ده المصرف ده يبقى بنهايته مثلا في الجبل، شبكات غابات شجريه يتعمل زي ما الدول احنا قاعدين بقى نصور الكلام ده بشكل واضح عشان نعرف المسؤولين ادي كارثه. يبقى عرفنا ازاي نقدر نحافظ على المواطنين ونقدر نحافظ على صحتهم. ما هو مش بالعلاج، لازم الوقايه الاول، لازم نحافظ على اللي بيؤدي الى مرض. فبالتالي احنا عايزين تحدد لنا يوم وتحدد لنا الاماكن دي يا فندم، ان احنا نطلع نصور ونعمل تقارير على ارض الواقع عشان نقدر نعرضها للساده المسؤولين، عشان يشوفوا الكارثه جايه منين ويقدروا يحاسبوا الناس اللي هي مهمله في انه بيؤدوا الى قتل المواطنين الغلابه. وبالتالي نشوف المسؤولين كمان اللي هم عندهم تستر على الجرائم اللي المفترض بتقتل المواطنين الغلابه دي، لان لما توصل ان انا عندي فشل كلوي او عندي فيروس سي، ما ده احنا الدوله بتعاني، بتدفع مليارات عشان تقدر توفر العلاج ده. الادويه ده اللي انت بص يا مصطفى، انت قلت كلمه جميله، بدل ما تمد شبكات للمجاري ديت المصرف ده ببلد بسيطه، لا ده انت بتصرف مليارات في العلاج وبتدي مسكنات. المسؤول بص يا مصطفى، المسؤول كل همه يدي مسكنات عشان يقعد على الكرسي، مش عايز يتحرك، مش عايز يتعب نفسه. بالعكس ده انت بتهدر المال العام بطريقه غير، وبتهدر الثروه البشريه وبتهدر الثروه السمكيه وبتهدر كل مجهود عامله الرئيس في موضوع سد النهضه. انتوا بتهدروه وبتضللوا الدنيا وبتضلل الشعب وبتضلل القياده السياسيه. فانا بقول لسيادتك المهم يا باشا هضيف حته بس وقت يسمح. تمام معاك يا فندم اتفضل. المهم سعادتك ايه، صندوق الماء العربي قال على 3 مراحل البلاد الملوثه لمصرف الحل بتاع مضنار، من ضمنهم حاله المضنار. الحل بتاع مضنار جاي اهو. الحل بتاع هو مضنار في ايه يا مصطفى؟ المضنار البيوت بتصرف ما عندهمش ترنشات، البيوت اللي مش عامله حتى ما عندهمش ترنشات فقراء، البيوت اللي ما عندهاش ترنشات بتصرف على المصرف ده. معايا سعادتك؟ تمام. فلو انت جيت تقول لهم طب انا ممكن اخلي الصرف المغطي يردمها، يقول لك مش، لا
طب انا هتردمها، طب انا بيوتي خلاص استسلمت على المصرف ده، هيروح فين؟ ما عندوش كمان يعمل طرنشات مع سعادتك. طب انا الحل، يبقى الحل اعجل جدا 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 بالصرف الصحي. تمام. كانت البلاد الملوثه المصرف الرهوي كانت هي بقى يا مصطفى ايه؟ الرهاوي، برقاش، منشيه رضوان، المنصوريه، ام دينار، وكذا بلد كده ممتدين على مصرف. نيجي على ام دينار. ام دينار اتعمل على مراحل، اللي اتعمل لشبكات صرف صحي للبلاد دي على مراحل من قرض بتاع صندوق الانماء العربي اللي هو 2 مليار جنيه. ام دينار اتصنفت مرحله ثانيه او ترتبت مرحله ثانيه. الحل بقى يا مصطفى ايه؟ انا بطالب المسؤولين يا جماعه، عشان الناس بتوع مدار عمالين بيقولوا يا اخي جاي، والناس بيستغيثوا بالمسؤولين وبسيادتك وجميع كل صوت ممكن يوصل صوتهم، بيقول لهم يا جماعه الحقونا. اولا يا مصطفى انت لو دخلت البلد ديت، البلد دي بلد وضعها غريب جدا، وضعها يحزن ويزعل. لو انت ماشي في الشارع الارض راشحه، الارض طافحه مجاري، في ارتفاع منسوب المياه الارتوازي. لو انت قاعد في اي بيت هتحس المياه الارتوازي والمجاري، المياه الارتوازي واصله لحد تقريبا ممكن 2 3 متر في الجدار بتاع البيت. يبقى ثروه المباني او الثروه العقاريه مهدده. ده يعني كلها لو انت حبيت تعمل لها معاينات او تخلي خبير هندسي ده كلها قايله للسقوط. واخد بال سعادتك؟ الحاجه الثانيه ما عندهمش ميه شرب، الحاجه الثالثه ما عندهمش صرف صحي، الحاجه الرابعه كل التربه عندهم بايظه، يعني التربه عندهم راشحه. هم ام دينار من الاخر يا باشا تعوم فوق بركه من المجاري. فالحل لها يا وزير الاسكان، يا رئيس الجهاز التنفيذي، يا وزير الاسكان، يا محافظ الجيزه، يا رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. الثلاثه دول يا مصطفى بيه، وزير الاسكان ويا رئيس الوزراء، عشان بيقول لك الميزانيه وبتاع هو اللي بيقف على الميزانيه، يبقى يا رئيس الوزراء، يا وزير الاسكان، يا محافظ الجيزه، يا رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. بدل ام دينار ما مصنفه مرحله ثانيه بالنسبه للخطه بتاع مد شبكات المصرف الصحي للبلاد الملوثه المصرف الرهوي، لا احنا عايزينها مرحله اولى. ام دينار يا باشا، ام دينار والرهاوي متصرفين مرحله ثانيه. لا انا بنادي اهو يا جماعه، بقول لكم يبقى اللي ياخر دول مرحله ثانيه انت بتسبب كده في دمار في مزيد من حالات الفشل الكلوي، في مزيد من الامراض الخبيثه، في مزيد من تدمير الزراعات، في مزيد من المعاناه. حرام كده بقى، كفايه كده. يبقى دي لها الاولويه، زي ما الناس تقول لك دي قريه من القرى الاكثر فقرا، من القرى الاكثر قهرا، من القرى الاكثر ظلما. يعني البلد دي يا باشا فعلا حاجه وضعها كده ما تعرفش تعيش فيها. يبقى مصطفى يضم صوتك لصوتي بعد اذنك. الاخ كرم بيقول لي انت بقى المسؤول وانت. لا انا كرم اهو، حاج كرم، انا بنادي باعلى صوت وكلامي واضح وكلام راجل فاهم وكلام الراجل متعايش وكلام. هو احنا مش عايزين كلام يا سياده النقيب، احنا عايزين نتحرك على ارض الواقع. يبقى في الاول وفي الاخر بنتكلم عن في قريه من ضمن القرى موجوده في المحافظات طبعا فيها مشاكل وفيها مواضيع هامه وعاجله لازم تتحل باسرع وقت. فبالتالي احنا لازم نخاطب القيادات التنفيذيه عشان نقدر نحل هذه يبقى سيادتك يا باشا رئيس الجهاز التنفيذي، بعد سيادتك وزير الاسكان، رئيس الوزراء، محافظ الجيزه. الاربعه دول يا باشا لو بعد هقول لك حاجه صعبه. اصل ما فيش الناس ديت المسؤول في مكانه، انت قاعد تخدم الناس. وسياسه رئيس الجمهوريه كده، انت لو مش هتقعد تخدم الناس وهتقعد تحافظ على ارواح الناس، ده المحافظه على ارواح الناس يا باشا، يعني ده الدين بيقول كده. يعني هو أنا لا زوال الدنيا اهون عند الله من روح المؤمن او روح المسلم. حديث ما معناه تقريبا كده. يعني شوف يا باشا، انت كده بتبيد ارواح الناس، يبقى انت مسؤول ما بتتقيش ربنا، يبقى انت مسؤول لا تصلح في المكان ده ايا كان انت مين. انا رايي كده يا مصطفى، الرئيس السيسي بيقول كده بعد اذنك، وانا هقعد اطبطب على المسؤول ده. انت لو مش هتشتغل، وانت يا محافظ الجيزه وانت يا وزير الاسكان، لو مش هتنزل تشوف ام دينار وتشوف المعاناه بتاع اهلها، انت لا تصلح في مكانك. ده رايي. ما دي بقى القيادات التنفيذيه يا سياده النقيب اللي هي مش صاحب القرار، مش قادر يعالج المشكله في اسرع وقت ممكن، على الاقل حتى باقل امكانيات، على الاقل حتى ان احنا نقدر نستغل حتى اللي هو المصرف اللي موجود الوحيد اللي هو فيه قمامه بدوت. حتى للاسف الشديد حتى مش قادرين هم يطهروه على اساس ان هو يقدر يحس ان احنا حافظ على هينزل على النيل يا صافي، هو بيطهروه هيصرف هقول لساعتك حاجه، هم بيتكلموا على القريه اللي جنبهم كفر حجازي. كفر حجازي مشروع الصرف الصحي خلص بنسبه 98%.
وفيها محطتين، محطه رفع ومحطه معالجه. الرفع والمحطه دي موجوده في قريه المدنات. محطه رفع عند المدارس الاعداديه، ومحطه المعالجه في الاول عند طب انا اساتذه نجيب دلوقتي، انا ماشي، خلينا ان الصرف الصحي زي ما حضرتك بتقول للاسف الشديد امكانيات الدوله وظروف الدوله والكلام ده كله ماشي، بس في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم ان في خط الدوله ماشي، هنشوف الكلام دوت ونشوف وزاره الاسكان على اساس، او نشوف المحافظه الوضع موضوع الصرف الصحي. وبرده نفس القصه بنتكلم على ان في صرف زراعي محتاج طبعا ميزانيه عشان نعمل تغطيه له، يبقى صرفه ايه؟ مغطى. ماشي. طب مياه الشرب ميه الشرب سياده النجيب دي مش محتاجه تستنى. هي الناس دي ما بتشربش ميه من الاف السنين مثلا، فبالتالي هلاقي ما فيش في يوم من الايام يعني حتى ده يعني محطه تحليه موجوده داخل القريه على اساس ان هو يوفر شويه ميه شرب الناس البسطاء يشربوها كويس. ماشي، احنا ممكن نستحمل على اساس احنا بنتكلم نقول الا الميه، الا ميه الشرب. طب ميه الشرب الميه والهواء حتى لو احنا قلنا نستحمل وهندق ترومبات اللي هي بيتكلموا عليها الحبشيه دي حضرتك، فبالتالي الترومبات ديت للاسف الشديد ان ترانشات سمعت في المياه الجوفيه اللي هي تحت الارض، فبالتالي عشان اطلع مياه شرب بالترومبات الحبشيه هتطلع لي مياه ملوثه بالصرف الصحي. برضو دي حاجات برضو من ضمن الحاجات اللي ما يقدرش المواطن البسيط يستنى عليها، لان انا حضرتك على حد علمي واللي انا سمعته من التقرير بيتكلم على ان في محطه تحليه بيشتروها من معرفش قريه جنبهم او في مكان تاني، بيجي لهم ميه نظيفه بيشتروها بتوصل في اليوم بيقول لك 6 ل 15 جنيه يوميا شراء ميه. جراكن ميه اللي هي البيوت او المنازل الموجودين او اهالينا الموجودين. ده برضه عبء، معاناه، عبء. يعني انا شاطب ميه يعني امال هاكل بكام يعني انا بدفع للحكومه بس مياه ملوثه. ده رقم واحد. رقم اتنين بشتري ميه بتجيلنا اللي هي بالعربيات او فناطيس ميه نظيفه، بدفع فلوس تاني مع حضرتك بقى عبء. يعني انا عشان شاطب ميه صرفت مثلا ربع المرتب معايا حضرتك على شاطب الميه. طب اكل وشرب منين؟ مواصلات مش يعني انا شايف كده الحسبه. يعني انا حضرتك كمواطن بسيط صعب ان هو يعني يتعايش بالشكل ده. فين بقى حضرتك ازاي احنا نوصل للكلام ده ونعالج على الاقل حتى شاطب ميه الشرب؟ هقول لك حاجه مصوري، هو المفروض معلش يا باشا الاجهزه الرقابيه في الدوله تنشط شويه بقى. يعني احنا قلنا بعد الثوره كان الكل بيقول لك الانفلات ومش عارف ايه البلطجيه في الشارع، والاجهزه الحكوميه مش عارفه تشتغل ومش عارفه تصطدم ومش عايزه تعمل مشاكل ومش عايزه يبقى في صدام مع الاهالي. الدوله بدات بقى الاستحقاق الثالث، السلطه التشريعيه، والدنيا الحكومه بقت زي الفل، هي 100 حاله استقرار. من ضمن الحاجات برضو ضعف الوضع او السلطه او الدور الرقابي للدوله. يعني لو جيت تتكلم على اسعار يا باشا الخضروات والفاكهه في الشارع اللي بتاع البياعين في الشارع، الحاجه ام جنيه اللي بياخدها من الفلاح بجنيه النهارده بيبيعها ثاني يوم ب5 في الشارع. ده لو شايف ان في مفتش تموين او لو شايف ان مباحث تموين. ما تشتغلوا يا جماعه عشان المواطن اللي اتحرق دمه ده، اللي الحاجه بيجيبها باغلى الاسعار ومش شايف. انا بقالي كذا سنه قبل الثوره عمري ما شفت حتى بتاع تموين او بتاع ايا كان بتاع مباحث تموين او بتاع وزاره التموين نفسها او وزاره الداخليه اللي هم تابعين لوزاره التموين. الناس دي اختفت تماما، او المحليات برضو اذا كان لها دور في الاسواق او حاجات. الناس دي اختفت تماما. يبقى فعلا من امن العقوبه ساء الادب. بنتكلم على الجزء ده. نيجي نتكلم على الثانيه يا مصطفى بيه. بعد اذنك يا باشا، انت بتتكلم بقى عايزين نقطع ايد المسؤولين في برواش وزنين. بعد اذنك يا باشا، فين دور وزاره الصحه؟ انزلي يا وزاره الصحه، خدي عينات من الجزء اللي نازل او الحاجه اللي نازله من محطه الزنين او رواش على المصرف. هتسال، واقسم بالله مدير المحطه والناس كلها خلي بالك يا باشا بيتعمل ضدهم قضايا معايا يا باشا، تلويث ونسبه سموم بتنزل ونسبه ملوثات غير عاديه، بياخدوا احكام بالحبس. يعني نزلوا مره دوقوا الناس دي السجون. مدير المحطه رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه، لو اتعمل محضر واثنين والله العظيم الدنيا هتتظبط. انما الناس دي في النوم تماما. فين وزاره الصحه؟ فين وزاره البيئه؟ فين وزاره الصحه؟ انزلوا خدوا عينات من المخرج بتاع ابو رواش وزنين اللي نازل على مصرف الرهاوي. خدوا عينات من دي واعملوا محاضر
وبعتوها تروح النيابات. والله العظيم واقسم بالله مره واثنين وثلاثه، وتلاقي الناس دي اتحبست. تلاقي مدير المحطه او المسؤول عن المحطه دي يا باشا ده واحد. هقول لك حاجه على كارثه، الاهالي كمان لما لقت الدنيا حلوه، جميع البلاد، شوف حاجه هتصدمك يا مصطفى، جميع البيوت من عند الرهاوي وانت ماشي لما لغايه اخر النيل كلها بتصرف في النيل. فين دور البيئه؟ فين دور حمايه النيل بتاع الري؟ طبعا انا سياده النقيب، انا الوقت هيسرقنا وانت عارف طبعا انتهى وقت الحلقه. بس قبل ما ننهي مع حضرتك، ايه الرساله اللي توصلها للقيادات التنفيذيه في المرحله الحاليه والقادمه ان شاء الله؟ انا هتكلم على حاجتين، على الصرف الصحي في عجاله. يبقى يا ريت انا برضو باكد تاني وصابي ان انا ناشد رئيس الوزراء ووزير الاسكان ومحافظ الجيزه ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه، يا جماعه ادراج مدنار الاول ومدنار تحتها 5000 خط احمر، ومدنار والرهاوي دي مرحله اولى، بدل ما هي مصنفه مرحله ثانيه خليها مرحله اولى كمد شبكات صرف صحي، عشان نخلص من المصرف اللي جواها ده، اللي مبوظ الدنيا، اللي ملوث البيئه، اللي مبوظ الدنيا، اللي مسبب امراض، اللي مسبب اوبئه، ومع دخول الصيف كمان ده كارثه. كل دي بقول لك يا باشا، كل حشرات او دبان بتنزل في المجال ده وتلامس طفل او تلامس اي بني ادم، ما دي بلوى. واخد بال ساعتك؟ يبقى دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، في محطه مياه شرب في منشيه القناطر اللي اتعملت في اراضي الاوقاف اللي بقول ساعتك لحقناها ديت. انا سمعت النهارده من مسؤول برضه ببشر الاهالي في منشيه القناطر، في دايره منشيه القناطر، هي هتخدم من منشيه القناطر خط ميه كبير هيوصل لحد بني سلامه. سمعت منه راجل مسؤول محترم بيقول لي انها هتخلص في نهايه الصيف. لو دي اتعملت يا مصطفى بيه، يبقى لساعتك اللي انت قلت عليه ان كوب ميه نظيف لمركز منشيه القناطر اللي بيعاني، يبقى كده ايه الميه والصرف الحمد. طبعا اشكر طبعا حسن بيه. طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا سياده النقيب، وطبعا زي ما شفتوا معايا التقرير، وزي طبعا ما سمعتوا من بعض الاهالي وبعض الخبراء بيتكلم على ان الصرف الصحي للاسف الشديد على مستوى الجمهوريه مصر بتعاني من الصرف الصحي. للاسف الشديد مفيش خطه واضحه من الجهه المسؤوله. للاسف الشديد ان وزاره الاسكان للاسف الشديد ان قافله على نفسها، مش قادره تطلع تواجه مشكلتها. ما هي دي مشكلتها، ما هو انت الجهه المختصه والمنوطه صح بالصرف الصحي مش عندكش القدره وما عندكش الكفاءه وما عندكش الدرايه ان انت تطلع تواجه وتقول يا جماعه انا كوزاره الاسكان عندي مبلغ وقدره كذا السنه دي، بنقول يا جماعه مدركه 10 قرى 100 قريه 200 قريه على مستوى الجمهوريه. في المرحله دي هنبدا ناخدها مرحله مرحله. يا جماعه بنيجي نقول عشان ننجز في موضوع الصرف الصحي نقدر نخلي المواطنين البسطاء القائمين او اللي عايشين في القرى تساعدونا على قد انتوا تقدروا تبرعوا، واحنا نساعد كدوله ان احنا ننجز في موضوع الصرف الصحي وتنفيذ خطه الدوله من الصرف الصحي. اما للاسف الشديد احنا بنقعد على المكتب ونيجي نتكلم ما بنلاقيش حد يرد، ما بنلاقيش حد يواجه المشكله، ما بنلاقيش حد يطلع يقول يا جماعه لازم حضراتكم تساعدونا، لازم حضراتكم تقولوا يا جماعه ان احنا امكانياتنا 1 2 3 4. يبقى انت كمسؤول عندك الجرأه وعندك الشجاعه ان انت تقدر تواجه المشكله وتصدر القرارات السريعه اللي تقدر تنقذ ما يمكن انقاذه في السنين السابقه اللي احنا كلنا بنعاني منها على مستوى الجمهوريه. فبالتالي عشان نتحرك وعشان نقدر نعمل حاجه ونساعد الدوله ونوقف الدوله على رجلها، مش هينفع حضرتك تقعد في المكتب وتقف على نفسك وتمسك الساعه وتقول لي اصل اليوم بتاعي خلص. يا عم الحاج انت قعدت على المكتب ليه وقبلت هذا المنصب عشان حضرتك تقول لي ليا ميعاد ما اقدرش خلاص تقفل تليفوناتكم وشكرا على كده؟ ما ينفعش يا فندم. ونيجي نرجع نقول الاعلام ما الاعلام عاوز حلول، عاوز ردود للناس البسطاء، للناس الغلابه الموجوده في القرى واللي بتعاني من المأساة اللي موجوده في القرى. فبالتالي حضرتك مطلوب ان انت 24 ساعه يبقى في ردود سريعه نقدر نسكت بيها اهالينا، نقدر نقنع بيها اهالينا، نقدر مواطنين كلها
تتعاون معاك عشان نقدر نحل المشاكل الموجوده لدى القيادات التنفيذيه، عشان نقدر نساعد ونوقف الدوله على رجليها. ففي الحاله دي نقدر نقول ان فعلا الدوله هتقف على رجليها. اما بالشكل اللي احنا بنشوفه ده وبالشكل اللي احنا بنسمعه ده، عمرنا ما هنتقدم وعمرنا ما هنقف على رجلنا طول ما في قيادات تنفيذيه بالشكل دوت وبالوضع ده. ارجو ورجاء، وبتكلم بشكل عام وبتكلم عن لسان اهالينا والمواطنين البسطاء، وعن الرساله اللي بيوصلها سياده النقيب، بقول يا معالي رئيس الوزراء، يا رئيس يا جمهوريه، انت الله يكون في عونكم، بس الايد لوحدها مش هتسقف. فارجو تنبهوا على القيادات التنفيذيه اللي هي قائمه بالاعمال اللي هي في الحكومه كوزراء او محافظين او اي قيادات تنفيذيه موجوده لدى الدوله، المفترض تتحرك على ارض الواقع وتواجه المشكله بشكل واضح لدى المشاهدين، على اساس نحس ان احنا مشاركين معاكم، متعاونين معاكم عشان نساعد معاكم. لان عمرك ما هتبني الدوله لوحدك، انا اللي بقول لك بشكل واضح، عمرك ما هتبني الدوله لوحدك. لازما المواطنين، لازما اهالينا